سيد الوزير، أنتم لا تتحملون المسؤولية كشخص. كالسيد التهراوي كتحملوش مسؤولية كشخص، وما عندناش مشكل معكم كشخص. حنا كنتكلموا على منظومة، على مؤسسة، على مرفق عمومي اللي مطلوب فيه الاستمرارية ديال المرفق وتحمل المسؤولية. الخطأ اللي ارتكبته الحكومة، نعم ارتكبت خطأ ديال عدم التواصل أو لا سوء التواصل. واسمح لي السيد الوزير، كيف ما كنت معكم صريحة في الجلسات ديال الأسئلة الشفهية وفي أسئلتي الكتابية، غنكون معكم صريحة اليوم أيضا. جلتوا واحد العدد المناطق ديال المغرب، جهة الدار البيضاء سطات والمستشفى الجامعي ديال بن رشد كارثة. واش بنية تحتية فقط؟ لا، ماشي غير البنية التحتية. واش غير الخصاص في الموارد البشرية؟ لا، ماشي غير الخصاص في الموارد البشرية. واش ما عندناش تجهيزات؟ عندنا تجهيزات. شنو كيوقع في التجهيزات؟ التلف ديالها. واش السكانير والراديو اللي نخليوه بلا الاصلاح سون مانتونونس حتى باش نفتحوا صفقه جديده ديال شراء واقتناء تجهيزات، هذا امر غير مقبول. السيد الوزير، في 2023 هاي مراسله، وصفت لكم سؤال كتابي بهذا الخصوص اللي مازال ما تلقيتش الاجابه ديالو، هاي من طرف السيد مدير مستشفى ابن رشد الى مسيو لو شيف دو سيرفيس دو تروماتولوجي. شنو تيقول لي؟ هاي مراسله ديالو نرسلها لك الا بغيتي. تيقول لي بانهم ممنوع انكم تصدروا في لو ديبارتمون ديالكم ولا في لو سيرفيس ديالكم دي زوردونونس ديال لاشا دو ماتيريال دو تروماتولوجي وتوجهوا المرضى لبعض الشركات بعينها. هاي كاينه هي رسميه بلا سيناتور موجهه الى السيد المدير العام والى لو سيرفيس ديال التروماتولوجي. شنو دارت هذيك المراسله؟ كان شي محاسبه من بعد؟ كان شي تحقيق؟ ما كانش. اليوم اللي كينخر المنظومه الصحيه هو الفساد، اللي كينخرها هو الفساد. التحقيقات اليوم خصها تكون وانا كنطالب بها في المستشفى الجامعي ديال الدار البيضاء وفي المستشفى ديال هاروشي. عندنا واحد الطبيب دكتور جرمومي خارج هذه اكثر من 2 أسابيع ولا 3. شنو التفاعل اللي دار معاه؟ اوكان طبيب في مستشفى الهاروشي تيقول لك ها المصلحه اللي عندي، ها شنو واقع فيها. كنخرجوا حنا كبرلمانيين واش كنتلقاو الاجابه؟ ما عرفتش واش كنتي كتفاعل مع شي برلمانيين بعينهم. انا شخصيا ما عمرني ما تلقينا الاجابه. اليوم كنتحملوا معكم مسؤوليه، كندافعوا على بلادنا. اليوم السيد الوزير تعيين ديال المدير العام ديال المستشفى الجامعي ديال الدار البيضاء. عارفين نتوما بانه على راس هذا المستشفى المدير العام خصو يكون عنده ولايتين. تعيين في 2013، تجدد له تعيين في 2018. في 2023 مارس 2023 كيدار له الاعفاء. في ماي 2023 كيتعاود التعيين ديالو، عنده الحق في ولايتين. دارت له اون انتربسيون ديال 2 شهور باش يتعاود في الولايه الثالثه. واش عنده شي حصانه معينه؟ الله اعلم. علاش الدار البيضاء ما تنزلوش ليها؟ حنا عارفين المشكل ديال العقار، وبغيت نشكر السيد الوالي ديال جهه الدار البيضاء اللي تفاعل ايجابا ومشى ودار الزيارات، واللي كيحاول انه يساهم في المساعده في هذا القطاع. وتنشكركم حتى نتوما حيت عرفتكم انكم دخلتوا، ولكن دائما غنبقى نطلب منكم انكم خصكم تجيو وخصكم تبعتوا لنا افاد لجنه ديال التحقيق، لان حتى شي واحد ما كبر من القانون في هذه البلاد، وما غنزايدوش على شي واحد باش نضحيو ببلادنا. اليوم حنا كنحيي انا السي بن كيران امين العام لحزب العداله والتنميه، لانه في المعارضه وخرج تحمل مسؤوليته في تصريح على اليوتيوب البارح في ليله اللي عرفات واحد الاحداث باش من اجل التهدئه. اليوم كنا مسؤولين معارضه واغلبيه، ما غنزايدوش على بعضياتنا، ولكن الواقع غادي نقولوه. الواقع اننا خصنا نتواصلوا. اول واحد خصنا نتواصلوا هو ممثلين الامه، لانهم هما المؤسسه ديال الوساطه. الا ضعفناهم خلينا الشارع كيتواجه مع مؤسسات هي في غنى على انها تواجه مع الشارع. سيدنا الله ينصرو في عدد من الخطب بلا ما نذكرها لكم كيحث على العمل ديال وتكريس ديال السلطه التشريعيه، وانها تقوم بالادوار المنوطه بها في الرقابه الحكوميه. حنا كاغلبيه علاقتنا مع الحكومه تصويت. الانتقاد خصو يكون، خصنا نقترحوا، خصكم تستمعوا لينا، خصكم تستقبلونا، خصكم تجاوبونا على اسئلتنا. خاص نعرفوا باش من اليوم ماشي من يخرجوا البرلمانيين للاحتجاج ولا يخرجوا باش يتواصلوا دابا مع الشعب كيقولوا حنا ما باغيش الاحزاب، لانه كون كان البرلماني كيتسمع ليه ما كناش غادي نوقعوا في هذا المشكل.
الديمقراطيه التمثيليه لا بديل عنها. وهاد الشباب اللي كاينين اليوم في الشارع خصهم يقدموا لنا، كيطالبوا بالصحه، يقدموا لنا البدائل والمقترحات ونجيو نساهموا جميعا، ولكن في اطار قانوني، في اطار قانوني مؤسساتي، باش ان نبقاو مخلين الشارع الامن والمواجهات الامنيه. وهذه الاحداث اللي عرفتهم ايضا هذه الليله من احداث داميه، هذا مؤسف ويخرب البلاد وما غنسمحوش به، ما يمكنش اننا نسكتوا عليه. وشكرا. وكل واحد الله يخليكم، راه هادشي كامل انجازات كنحييوكم عليها، ولكن ما عارفينهاش المواطنين، ما عارفينش هذا الحجم ديال المستشفيات اللي كاين اليوم. راه توقيت اسمح لي السيد الرئيس، عندي غير هذه النقطه هذه، مواقيت العمل في لي ديسبونسير راه غير ملائمه للحاجيات ديال المواطنين في هذه المستشفيات ولا المستوصفات القرب. ما يمكنش انه 3 د العشيه ما كتلقى لا طبيب لا والو. هذا في بعض، انا كنتكلم لك على الدار البيضاء، ما كنتكلملكش على ام مشيل، ما كنتكلملكش على تينغير، ما كنتكلملكش على درعه فيلات، نتكلمك على الدار البيضاء اللي الناس كيحسبوا ان الدار البيضاء راها جنه في هذا البلاد. عندنا المشكل مستوصف ديال درب غلف تمشي غدا تقدر ما تلقاش الطبيب شكرا في الصباح. شكرا السيده النائبه. شكرا. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. صراحه ما كنتش غادي ندخل منذ البدايه، لولا انني من بعد ملي شفت السيد النائب طلب هذا من بعد ما درتي اللائحه فشكرا لكم السيد الرئيس. السيد الوزير، لا يختلف اثنان على الوضع اللي تكلموا عليه جميع السيدات والساده النواب واللي غنتكلموا عليه حنا كذلك، الوضع الكارثي اللي كيعرفوا المستشفى العمومي. سبقنا تكلمنا عليه في اخر جلسه تشريعيه وتحدثنا على هذا الوضع بالتفاصيل ديالو والاشكالات المفصليه اللي كيعرفها. لا يمكن ان ننكر بانه هذا الواقع اللي كاين اليوم هو تراكم، وعلى قدر ما فيه تراكم من الجوانب السلبيه هناك تراكم الجوانب الايجابيه كذلك. كاينه انجازات اللي دارتها الحكومه السابقه، سواء الحكومتين ديال العداله والتنميه ولا ديال السي عباس الفاسي ولا ديال السي ادريس الجطو ولا ديال السي ديال الاتحاد الشراكي اليوسفي رحمه الله الى غير ذلك. وهذا بطبيعه الحال كيخلينا نوقفوا على الدور ديالكم السيد الوزير والبصمه ديالكم. وبطبيعه الحال ملي كنتكلموا معكم ما كنتكلموش معكم كشخص ذاتي في اطار هاد الهنيهه اللي دوزتوها في هاد الوزاره، ولكن كحكومه. هذه حكومه اللي تقدمت مجموعه ديال التعهدات، تكلمت على واحد البطاقه ذكيه ورفعت السقف، وتكلمت على طبيب الاسره، وتكلمت على واحد العدد ديال الامور في البرنامج الحكومي. وهذا تعاقد. فهاد جيل زاد اللي خرجوا اليوم خرجوا كيطالبوا غير بهذا التعاقد، وماشي غير في الوزاره ديالكم بوحدها، راه تكلموا على التعليم، تكلموا على الصحه، تكلموا على واحد العدد ديال القطاعات. قطاعكم جزء من هذه القطاعات اللي أشير إليها بالبنان، واللي بالفعل تمثل الأوجاع ديال المغاربة. هاد جيل زيد خرجوا اليوم لأنه نفس الماسك الأكسجين اللي كيدار لهاد الباسيون، هاد المريض نفسه كيتعاود يدار للمريض الآخر نفسه الآخر. هاد جيل زيد خرجوا لأنه المريض اللي عنده السكري ملي كيوصل تما كيقول له سير خرج، جاي بوحدو سخفان ما واعيش، كيقول له سير خرج جيب هاد الدواء باش نديروه لك. ملي ما كيلقاش كيقول له سير جيب شي قرعه كوكا. هادشي انا عشتو. هاد جيل زاد خرجوا لانه ملي كيكون شي واحد يدو مفتوحه وختي يفتحوا له كيقول له سير خرج جيب الخيط باش نخيطوا لك. هاد جيل زاد خرج لانه ملي كيدخل المستعجلات ما كيلقاش الطبيب. وحنا كنواب الامه كيتصلوا بنا المواطنين وكنضروا نبقاو نفيقوا في 3 ديال الصباح المندوب ديال الاقليمي اللي حتى هو لا حول له ولا قوه. علاش؟ لانه الاوضاع نتوما السيد الوزير في العرض ديالكم المطول، حنا دابا في 4:22 دقيقه ديال الصباح، العرض ديالكم الذي دام 4 ولا 5 ديال السوايع واللي كان مفصل وتقني جاء متاخرا. وبشهاده يعني الساده النواب اللي معكم في الاغلبيه جاء متاخرا اليوم، شعلات العافيه في الشارع العمومي ووقع الانفلات اللي ما بغيناش.
حنا كنقدروا هذا الجيل هذا لانه انخرط في هذا الوعي وبهذا الشكل وخرج بشكل حضاري وسلمي وعبر على الاحتجاج ديالو. للاسف قوبل بعنف اللي هو مرفوض وغير مقبول، ولكن كذلك وقع في المحظور هو كذلك وساهم، يعني ولا دخلوا وحدين اخرين على الخط ويعني دفعوا المبادره في واحد الاتجاه اللي هو سلبي ديال العنف وديال الاتلاف الممتلكات وغيره. من المسؤول السيد الوزير؟ من المسؤول؟ اليوم دابا انت اللي قدمنا والقطاع ديالك هو رقم واحد اللي مذكور في الشعارات اللي كترفع في الشارع. قبيله السيد الوزير وانتم كتكلموا بكامل الهدوء وكاننا نتحدث في سياق فيه السكينه وفيه الامور يعني فرحانين كيف ما قال السيد رئيس الحكومه. سلات قلبات، سلات حرقات في اللحظه اللي كنتوا كتقدموا العرض ديالكم السيد الوزير. بالتالي انا اتساءل في لحظه كنقول امامي وزير اللي هو ضابط الملف ديالو وعارف شنو كيدير، في لحظات اخرى كنلقاكم وكانكم برلماني جالس هنايا كتقومون بالتشخيص وما كتوضعوناش في نهايه المطاف من بعد هذاك التشخيص الجواب ديال السؤال. في العرض ديالكم السيد الوزير قدمتوا واحد العدد ديال المشاريع اللي هي في طور الانجاز اللي مبرمجه في 26 2027. ايوا انتم كتكلموا على واحد الجهه ديال الرباط سلا القنيطره اللي فيها عدد ديال لي بوان نوار اللي تكلمتي عليهم. كنت كنتمنى انكم السيد الوزير ملي تكلمتوا على لي بوان نوار تعطينا غير نماذج، على الاقل هذاك المواطن اللي هو كيضطر انه يمشي للطبيب في هذاك لو بوان نوار يحس بانه راه لقى بلاصتو عندك، راك حاس به، راك دايرو في الحسبان. الاقليم ديال الخميسات المستشفى ديالو ما ذكرتيهش، ونبهناكم السيد الوزير في الجلسه العامه في اخر جلسه عامه وقلنا لكم واش ذكرتي واحد العدد ديال المستشفيات اللي هي في طور الانجاز وهذا ما ذكرتيش كاع، وللمره الثانيه وتحت ضغط الشارع وجبتي كاع الترسانه اللي عندك اللي ممكن تبرر بها هذا الفشل هذا في نهايه المطاف ما ذكرتيش. اكبر اقليم في جهه الرباط سلا القنيطره اللي كيشكل 40% من الجغرافيا الجهه، اقليم شتت كيمشي حتى للحدود ديال خريبكا واللي فيه 35 جماعه 31 جماعه كلها قرويه بمسالك جغرافيه واعره. الناس ملي كتجي للمستشفى، انا نعطيك اخر مثال، اخر حاله اللي وقفت عليها، شابه ما عندها حتى شي مشكل كبير. اشنو قالوا؟ لا الولده الاولى ديالك، العنوان اللي صغبها راسها تقول لهم راه الولده الاولى ديالك، يقولوا لها صافي الرباط. الناس ما عندهاش باش تخلص لومبيلونس السيد الوزير. هذه حاله اللي قالوا لها عندك الفتيح وما يمكنش نولدوك هنا والى اخره، في الليل شاده الوجع 5 السوايع وهي كدور كتحوم حدا السبيطار ما لقياش حل. في نهايه المطاف داروا لها ترانسفير وولدت عادي. اذا شنو كنسميو هذا التضييق الممنهج على المستشفى العمومي باش كنحولوا الروسيطه للمستشفيات الخصوصيه. هذه الاستفاده اللي اقريتيها السيد الوزير ديال لامول اللي الخلاص مضمون، بالتالي المواطن كيجبر راسو مضطر، واحد دمو كيسيل خصو يلقى الحل فغادي يسلف، غادي ما عرفت شنو يدير، غيمشي يداوي راسو. اذا شكون الرابح هنا؟ حنا ماشي ضد المستشفيات الخصوصيه، ماشي ضد المصحات الخاصه، ولكن باش تبنى الثروه ديالها وباش دير بلاصتها وباش تستنزف الدراوش على حساب تطور ديال المستشفى الخصوصي العمومي، هذا حنا كنرفضوه السيد الوزير. طرحنا لكم سؤال بخصوص هذا المستشفى هذا اللي هو سنوات هو كيتبنوا لحد الان باقي ما كاين حتى شي خبر عليه، ما جاوبتوناش السيد الوزير. كنتمنوا انكم تعطيونا جواب.